السلام عليكم في مطبخي. اليوم راح ندير لكم قلب اللوز بناء على طلب المشتركات معايا في القناه. قبل ما نبداو في قلب اللوز راح نبداو في السيرو لانه نحتاجه يبرد تماما باه نخدموا به. اذا واش نديرو؟ نحكموا هذا الكاس، نظن موجود في اي منزل، كيلو به. نديرو 3 كيسان سكر، تابعوا معايا مليح. 3 كيسان سكر، كاس ماء زهر، و5 كيسان ماء. اذا واش نديرو؟ نحطوا السيرو تاعنا فوق النار، كي تشوفوا الماء تاعو بدا يغلى نحسبوا 10 دقائق ونطفيو عليه. اذا واش نحتاجو في قلب اللوز تاعنا؟ نحتاجو 3 كيسان، انا استخدمت هذه الكيله. نحتاجو 3 كيسان من سميد حرش خاص بقلب اللوز، كاس سكر، كاس حليب، وهذا الكاس راهو ميلانج ما بين ماء زهر وزيت، يعني نص كاس ماء زهر ونص كاس تاع زيت، وزوج خميره الحلوى. اذا فيما يخص السميد الحرش على بالي راح تسقسوني واش النوع. انا ما استعملتش نوع محدد، انا رحت شريت بما انه ما لقيتش سبيسيال تاع قلب اللوز، شريت سميد عادي وصيرته، نحيت منه رطب وخليت هذا الحرش وخدمت به. اذا نبداو بالطريقه على بركه الله. اذا هنا واش نديرو؟ اول حاجه نحط المكونات الجافه، نحط الخميره، نخلطوهم بيدينا. من بعد نديرو الحليب، نخلطوها غير بيدينا. نجيبو بلاطو،
فوالا. نحاولوا نعدلوها باش تجي سمك واحد. فوالا. اذا نحطوا اللوز، ونخليوها تريح حوالي ربع ساعة او 20 دقيقة. في هذه الاثناء نشعلوا على الفرن تاعنا يسخن مليح، ومن بعد ندخلوها الطيب. اذا هذه هي قلب اللوز تاعنا بعد ما جبدناها من الفوق. واش نديروا لها؟ راح نديروها مربعات، نقسموها مربعات. وراح نحط السيرو تاعنا بعد ما برد تماما، يعني ما لازمش نحطوه سخون. باه ما تجيش معجنه. فوالا. نحطو كامل لو سيرو تاعنا. شوفوا كيفاش راهي تشرب فيه، وهذا دليل بلي انه هي راهي ناجحه. عفوا. اذا حنفرغوا كامل السيرو اللي درناه. هي راح تتشرب كامل لو سيرو تاعنا. واش نديرو؟ اذا بعد ما حطينا لو سيرو نخليوها، ندخلوها نعاودو نرجعوها للفور ونخلوها تريح ليله كامله باش تجيكم مليحه. انا دوك ماش راح نوريلكم ونخلي لكم نخليها عفوا انها تريح، ومن بعد غدوه ان شاء الله نقدمها لكم في طبق التقديم. اذا هذه هي وصفه اليوم. قلب اللوز تاعنا راح تشرب كامل لو سيرو تاعو، خليتها الليله كامله وهي تتشرب في لو سيرو تاعها. ان شاء الله تكون عجبتكم. الاخوات اللي راهم يتفرجوا فيا المشاهدات الجدد ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.